هي في الحق مازال حل شويه، بصح نروحوا نبداو بالتحليه الرمضانيه. هذه التحليه كريميه مقرمشه في نفس الوقت، وصفه سهله مهله، وهذه هي التحليه اللي نديرها لكم كل رمضان وما نكرهش منها. قولوا لي واش نسموها، باسكو لحد الان مازال ما لقيت لها اسم، وبالنتها كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها، خيروا اي نوعيه تاع البسكويت تحبوه. هنا خيرت هذا البسكويت اللي يجيب الكاكاو الاسود، كنت رحيته ونحيت له الكريمه اللي تجي في الوسط وحطيته في ريسيبيون، ضفت عليه شويه تاع الزبده ولا مارغارين، نخلطوا بهذه الطريقه مليح ونحطوه بجهه. نروحوا نحضروا الكريمه في كاسرونه، ندير لتر تاع الحليب نحطها فوق النار حتى وين تسخن مليح. من جهه واحده اخرى في ريسيبيون ندير 5 تاع صفار البيض. هذه الكريمه تجيب صفار البيض وتجيب بزاف كريميه، نزيد معاهم كاس الا ربع تاع السكر العادي. اللي يحب ينقص الحلاوه يقدر ينقص في السكر، يدير نص كاس. شويه تاع لافاني ليكيد ونخلط كلش. نجي ندير هنايا 80 غرام تاع المايزينا، ندخلهم على دفوعات بالكاس، يطيح لكم واحد نص كاس وفوق شويه، ونخلط كلش مليح غير بالفوي. ونروح نجيب هذاك الحليب السخون ندخلو على دفعتين بهذه الطريقه، نخلط الكميه الاولى ونزيد الكميه الثانيه ونخلط مليح غير بالفوي. نعاود نرد الكريمه في الكاسرونه بهذه الطريقه ونحطها فوق النار مع التحريك المستمر حتى وين تعقد لي وهي سخونه، باش نجو نديروا لها الشوكولا. هنايا لي فيغين كنت وجدتهم درت الطبقه الاولى تاع البسكوي بهذه الطريقه، نطاليها مليح. ونروح نجيب لي بيستول تاع باتيسي اللي دائما نستخدمه في التحليات تاعي. هنا بعد ما سخنت الكريمه وعقدت نجي ندير عليها 200 غرام تاع بيستول نوار تاع باتيسي، وزدت عليها 50 غرام تاع بيستول كراميل تاع باتيسي كما شفتوا، ونحرك كلش حتى وين تمازج كامل المكونات والشوكولا الذوب. نجي ندير الطبقه الاولى تاع الكريمه، نزيد عليها الطبقه الثانيه تاع البسكوي وطبقه تاع الكريمه، ونجو نخدموا لا غاماج. في ريسيبيون درت واحد 150 غرام تاع مزيج بين لي بيستول كراميل مع لي بيستول نوار، ضفت عليهم هكذاك واحد 170 مليلتر تاع لا كريم ليكيد، ونحطوهم فوق حمام مائي مع التحريك المستمر حتى وين تذوب، ونجو نديروا بها طبقه من الفوق. تزينوها كيما حبيتوا وبصحتكم. هذا رمضان رايحين تبدعوا في تحليات، واليوم جبت لكم بودينغ الفلون كراميل شوكولا واحد البنه سهل مهل وبنتو كالعاده لهبال تاع الدنيا. السلام عليكم. من التحليات اللي لازم تخبوهم من رمضان هذا البودينغ تاع الفلون اللي درتوه بزوج نكهات كراميل شوكولا، وصفه سهله مهله. الحاجه الاولى اللي نديروها في كاسرونه ندير نص لتر تاع الحليب، ونزيد عليها باطا تاع كريم كراميل كالعاده من لا مارك تاعي تاع فانيدا البايغانو، ونزيد على هذا الخليط كميه تكون مليحه من ذاك الكراميل اللي تلقاوه داخل الباطا، وخلوا منه شويه. نزيد عليهم غرف كبيره تاع المايزينا ونخلط كلش ونحطوه فوق النار مع التحريك المستمر. انا اليوم راح نستخدم هاد القوالب تلقاوهم متوفرين عند اللي يبيعوا دوزون تاع الحلوى، هكذا يجوا فيهم 4 ويجوا بهاد لي موت. وانا اليوم راح نستخدم تاع 6 قوالب. نروح نجيب داك الكراميل اللي كانت قعدت لي شويه، ندهن برك القاعده، ما نديروش الكراميل ما نعمروهش كامل، ندهنوا برك القاعده. نروح نجيب الكريمه بعد ما كانت عقدت لي، نحطها ديريكتومون في المول نعمروا للنص برك، وندخلوهم ديريكتومون الفريجيدير باش يشدوا روحهم مليح. ونروحوا نحضروا الطبقه الثانيه اللي هي تاع الشوكولا. في كاسرونه درت نص لتر تاع الحليب مع باطا تاع فلون شوكو تاعي اللي فيه 50 غرام. هنايا نزيد معاهم غرف كبيره تاع المايزينا ومغرف كبيره تاع الكاكاو، ونخلطوا كلش غير بالفوي ونحطوهم فوق النار مع التحريك المستمر. ونجي ندير عليهم ديريكتومون الطبقه الثانيه بعد ما تكون الطبقه التحتانيه شدت روحها شويه. بعدها نغطيهم بالقاعده اللي تجي معاهم وندخلوهم الفريجيدير يبردوا مليح، خلوهم من 2 سوايع للفوق. بعد ما يبردوا مليح تجي تقلبوهم بكل سهوله. هنايا حكمت كاين اللي قلبتهم ديجا من قبل، تقلبوهم في دي بلاص صغار، نحيو برك هذيك القفله الفوقانيه ونسيو نهبطوهم غير بالعقل بهذه الطريقه. انا قدمتهم مع البنان والفريزه، تقدروا تقدموا معاهم صوص كراميل ولا صوص شوكولا كيما حبيتوا. خلوهم يبردوا مليح باش تقدموهم كما قلت لكم وبصحتكم. واخيرا تعلمت الطريقه الصحيحه تاع لاتاي تاع الناس الصحراء، وماشي انا درت لكم الوصفه، جابها لكم زين وبجميع الاسرار تاعهم وكيفاش تخرج لكم هذا الرغوه. ومع اللي راهو جاي رمضان ما عليكم غير تتعلموا هكذا لاتاي بالرغوه لسهراتكم الرمضانيه. وصفه سهله مهله وبنتها كالعاده لهبال تاع الدنيا، وحبيتكم كامل ترحبوا بزين. الحاجه الاولى هنايا زينو جاب زوج بقرات تاع لاتاي. حكم الاول عمرو مليح بالماء. حبيت نقول لكم بلي هذه البقره تجي يرفد لتر 25، وقال لكم بلي لاتاي من الافضل يتحضر في هذا النوع تاع البقارج تاع لاتاي. هنا راح عمرها مليح، حطها فوق النار وخليها تسخن مليح. نروحوا نجيبوا البقرج الثاني. واش رايحين نديروا فيه؟ رايحين نديروا فيه لاتاي. واليوم راح نستخدموا لاتاي اللي اتفقنا على بنته وعلى الجوده تاعو انا وزينو، اللي هو لاتاي تاع ريم. وهنا رايحين نستخدموا الكيلا واللي هي الكاس تاع لاتاي، درنا منه كاس تاع لاتاي عمرناه مليح بهذه الطريقه، نحطوا في البقراج ونزيد 4 واحد اخرى هكذا. بعدها نروحوا نجيبوا هذاك البقراج اللي درناه في الاول يسخن اللي فيه الماء، هذاك الماء ناخذوا منه كميه ونديروه فوق لاتاي اللي درناه في البقراج الثاني. وفي هذه العمليه رانا نشللوا في لاتاي بالماء، لازم يكون سخون مليح. بعدها رايحين نتخلصوا من هذيك الكميه تاع الماء، كما قلت لكم درت غير كميه صغيره تاع الماء قسما نشللوا بها لاتاي. بعدها نكمل نحط كامل هذاك الماء سخون فوق لاتاي بهذه الطريقه، نغطي عليه ونروح نحطوه فوق النار، نخليه يطيب على نار تكون قليله من 15 حتى ل 20 دقيقه. كيفاش تعرفوا بلي طاب؟ يبدا
يبدا يغلي وتتشكل رغوه من الفوق بهذه الطريقه كما قال لي زينو. والحاجه اللي نصحني بها زينو انه هاد البقارج تاع لاتاي كي تجوا رايحين تغسلوهم يتغسلوا غير بالماء، معناتها يتشللوا بالماء. وهنايا بعد ما طاب لاتاي الاول اللي يجي قاسح شويه نحطوه في البقراج، وراك تشوفوا هاد الكميه تاع لاتاي اللي خدمنا بها تخرج لنا 3 بقارج كما قال لي زينو. معناتها هذا البقراج الاول اللي راه يفرغ فيه هذا هو لاتاي القاسح، وبنفس البقراج وبنفس لاتاي اللي خدمنا به في الاول يزيد يعمر عليه الماء ويديروا يطيب مره واحده اخرى، وحيخرج لنا نوع واحد اخر تاع لاتاي وتقدروا ديروها بوغ لا تخوازيام. ودوكا انا وزينو رايحين نخدموا بلاتاي الاول اللي خرجناه واللي يجي قاسح. هنايا راح نبداو نطلعوا بهذيك الرغوه. وهنايا في هذا الكاس الكبير كنت درت 4 مغارف كبار تاع السكر، وزينو بدا يطلع فلاتاي بهذه الطريقه، معناتها يسربي ويطلع مليح البقراج، وقعد يعاود فيها شحال من خطره. وفي نص هذه العمليه حكم 4 ورقات تاع النعناع هكذاك دارهم في البقراج وكمل العمليه تاعو بهذه الطريقه، وقعد يدق فلاتاي باش يشوف اسك حلو ولا لا. كنا زدنا شويه تاع السكر وكملنا العمليه تاعنا بهذه الطريقه حتى بدات تتشكل الرغوه هكذا. وحرصوا دائما انه تكونوا تطلعوا مليح في البقراج كي تكونوا تسربيو بهذه الطريقه. وهذيك الرغوه شوف والله يبارك اش خرجت. ولازم تعودوا هذه الوصفه بشايري مديام ولا حيعطيكم هذه الرغوه وهذا القوام وهذا البنه لاتاي تاعكم. ونشكر بزاف زينو على هذه الوصفه، يعطيك الصحه. وقولوا لي رايكم في لاتاي تاع نهار اليوم، ان شاء الله تجربوه بصحتكم. على هلا ما نكملوش نتعلموا اطباق رمضان ان شاء الله، ونروحوا نديروا اليوم هذا البلا تاع المبطن بطريقه جديده في الفوغ محمر ومجمر، ولازم يكون حاضر هذا رمضان. السلام عليكم، جيتكم اليوم بهذا البلا تاع المبطن في الكوشه، وصفه سهله مهله وبنتها كي العاده الهبات عندنا. الحاجه الاولى اللي نديروها في طاجين ولا طنجره، نديروا شويه تاع الزيت شويه تاع السمن ونحطوها فوق النار. هذا البلا نديروا فيه مراس تاع الدجاج، تقدروا تستخدموا صدر مع حبه تاع بصل تكون مرحي. بعد ما يسخن مليح الطاجين نحط هذوك المراس تاع الدجاج، ديروا على حساب افراد العائله تاعكم، نخلوهم يتحمروا مليح حتى يدوا لون ذهبي شباب، نقلبوهم على الجهه الثانيه، نديروا الحبه تاع البصل بهذه الطريقه ونخلوها تقلى مليح مع هذاك الدجاج. التوابل هنا ديروا كما تحبوا، انا درت عود تاع القرفه، درت معاهم شويه فلفل بيض والفلفل الكحل، شويه تاع توابل الدجاج، ودرت مم شويه تاع الكركم رشه خفيفه ورشه تاع المعدنوس يكون مقطع في الرقيق، نخليهم يتقلاو مليح. بعدها نجي نمرق بالما يكون سخون، نمرقوا تمريقه مليحه، وكي العاده باش نزيدوا له البنه على بنه. رايح نضيف 1 كيوب تاع جومبو مرق الدجاج، وما درتش كامل الملح، درت غير جومبو. بعدها راح نغطي على الطاجين، نقص النار ونخلي الدجاج يطيب فيه عقلو مع هذيك لاصوص حتى وين تتجمع. في ريسيبيون وحده اخرى درت شويه تاع الفيونداشي، شويه تاع المعدنوس، زوج صفار بيض ولا ديروا بيضه كامله. التوابل درت غير الفلفل الكحل وزدت لهم مغرف كبيره تاع شابلوغ، تقدروا تبلوا كيما حبيتوا. نخلط كلش ونحطوه بجهه. نروح نجيب البطاطا اللي كنت نقيتها حطيتها في الماء، ونجي نقطعهم على شكل دوائر بهذه الطريقه. برك لازم يكونوا خشن شويه خاطر راح نزيدوا نقسموهم في الوسط هكذا. برك كي تقسموهم في الوسط سيو ما تقطعوش كامل الحبه، معناتها خلوها هكذا مشدوده من التحت باش تقدروا تعمروا داخل فيها الفيونداشي. ونعمروا غير بشويه هذاك الفيونداشي باش ما تفتحش معنا الحبه، ونكمل كامل الحبات بنفس الطريقه. هنايا بعد ما طاب الدجاج وتجمرت هذيك لاصوص نحيها من فوق النار ونروح نقلي هذيك البطاطا اللي كنا عمرناها بالفيونداشي. انا نحب نطيبها مليح مع الفيونداشي، وكاين اللي لا يطيبوها نص طياب بعدها يخلوها تكمل طيابها في الفرن. هنا كملت كامل طيبت الحبات بهذه الطريقه. نروح نجيب ان بلا يكون كبير مدور ولا كاري، ديروا كيما حبيتوا، ميل مدور يعطي شكل بزاف شباب. نستف الحبات كامل بهذه الطريقه، وتحبوا ما بيناتهم ديروا مرصوات تاع فروماج بلون كيما انا درت غير 5 هكذاك مرصوات تاع فروماج بلون. ونجي نسقي هذوك الحبات بشويه تاع هذيك المرقه اللي كان طاب فيها الدجاج، خلوه منها خاطر رايحين نسحقوها. نجي نحط هذوك المرصوات تاع الدجاج في الوسط، كفاني غير باش ندير 2 مرصوات. جبت انا 2 حبات تاع البيض، درت عليهم 3 غراض تاع هذيك لاصوص مع شويه تاع المعدنوس، ونخلطهم مليح ونديرهم على كامل البلاصاير داير هكذا، وندخلهم على فرن مسخن من قبل على 180 درجه حتى وين يتحمر الدجاج ويطيب هذاك البيض. اذا طيبتوا البطاطا نص طياب غلفوها بالومنيوم ودخلوها حتى وين تطيب مليح وتقدموها وبصحتكم. لازم عليكم تخبوا هذه المعسله لرمضان، والله ما لقيت واش نسميها، تشبه شويه للجزيريات بصح ماهيش كامل كيما الجزيريات. السلام عليكم، بالكوكب ونواد كوكور راح نديروا ابن معسله تقدروا ديروها لرمضان، مقرمشه معسله حتى القلب. وصفه سهله مهله وبنتها كي العاده الهبال تعدل. الحاجه الاولى اللي نديروها رايحين ندوبوا كميه تاع السمنه، ندي 2 مغارف يكونوا كبار تاع السمن، حطيتهم فوق النار حتى وين يذوبوا، ولازم تخلوهم يدفاو شويه. هنا نروح نجيب لاباط فيلو اللي دائما نستخدمها ودائما تشوفوني بها، هي الاميره اللي تساعدكم بزاف في الخدمه وتقعد مده طويله وهي تقرمش. ما تنساوش كي تفتحوها كل ما تجوا رايحين تخدموا بها غطوها وبداو تخدموا بالحبه. هنا نحكم الورقه الاولى ندهنها بهذيك السمن اللي كنت ذوبته وكنت خليته يدفى شويه، نزيد عليها ورقه واحده اخرى تاع الفيلو، ونروحوا طبقه بطبقه بهذه الطريقه، طبقه تاع ورقه الفيلو طبقه تاع السمن حتى وين نشكلوا من 7 حتى ل 8 طبقات. والحاجه الاخرانيه اللي نغلق بها هي ورقه الفيلو بهذه الطريقه. ودوك تشوفوا كيفاش رايح نقطعهم لدوائر، هادو هما ليمون اللي حنسحقهم، ولا تقدروا تستخدموا اي ليمون اللي يشبهوا لهم. هنا نبدا نقطع بالسرسو، لازم يكون هذاك السرسو كبير شويه على هذا المول اللي نحط فيه تاع لي تارتولات، وندخل هذيك الحبه بهذه الطريقه حتى وين تدخل مليح وتاخذ هذاك الشكل. واذا حبيتوا التارتولات يكونوا
يكونوا كبار شويه كبروا شويه في المول كيما هذا المول اللي درتو انا، والسرسو كيف لازم تكبروه. اذا كان السرسو تاعكم ما يقطعش مليح تقدروا تعاونوا غير بالموس. هنا نروحوا دوكا لافاكس. شنو راح نديروا فيها؟ درت فيها هنا 4 تاع بياض البيض، درت معاهم قرصه تاع الملح، ونروح نجيب 160 غرام تاع السكر العادي اللي ندخلوا على دفعات، وممتون راني نخلط بياض البيض بهذه الطريقه حتى نحصلوا على اون مورينغ. هنايا كنت جبت 120 غرام تاع الزبده ولا تاع المارغرين اللي كنت ذوبتها وخليتها تبرد، نضيفها على دفعات لهذا الخليط بهذه الطريقه، وممتون راني نخلط. بعدها نجي نضيف المكسرات. هنا درت 2 كيسان تاع الكاوكاو يكون محمص ومرحي، كان عندي شويه تاع الجوز ثاني درته له، وبالميزان طيح لكم 250 غرام تاع المكسرات يكونوا محمصين ومرحيين. درت معاهم ربع صغيره تاع لافاني، خلطت كلش، ونجي ندير 50 غرام تاع نواد كوكو، وهاوليك القوام تاع الخليط تاعي اللي حنحشي به لداخل هذا اللي طاح. نعمره في اون بوش بهذه الطريقه، ونروح نعمر الحبات تاعي هكذا، ما نعمرهمش حتى للفوق، معناتها نخلي شويه فراخ باسكو كي يطيبوا رايحين يتنفخوا. الفرن تاعي راه مسخن من قبل على 180 درجه، ندخلهم يطيبوا غير يطيبوا من تحت، نشعل عليهم من الفوق حتى وين يتحمروا، ونخرجهم هما سخونين، نحطهم في عسيله تكون بارده، ولا العكس يكونوا هما باردين ولا عسيله تكون سخونه، نخليهم يتعسلوا مليح ونحيهم، ومن الفوق رشقت لهم حبه تاع اللوز بقشورو، وبصحتكم.